بيقولوا على إنه أسرع قطار في السعودية والشرق الأوسط. القطار اللي خلى الانتقال من مكة لمدينة الرسول أسهل مما تتخيل. النهارده هنجرب اسرع قطر موجود في السعوديه، قطار الحرمين. بمجرد ما بتوصل للمحطة بتشوف الجمال والروعة ديت. حرفيا انا حاسس نفسي في مطار، مش مجرد محطه قطر عاديه. المحطة بتتمتع بتصميم رائع وموجود فيها كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها. طبعا مع المشروب الرسمي للعمره او للرحله ديت هو نادك الرايب. هو اي نعم طبعا موجود عندنا في مصر سواء جهينه او غيره، بس مش عارف ليه لازم تيجي هنا تشربه يعني. ورانا هنا اللاونج بتاع درجه رجال الاعمال، وللاسف طبعا لو معاك اي كارت بنكي زي وورلد او CIB والبنوك اللي بتدخل ديت للاسف مش شغال هنا. بيقولوا ان قريب هيفعلوه، فهنبقى نشوف. خلونا نشوف مستوى الحمامات هنا عامل ازاي ومكان الصاله اللي موجود في الدور الثاني. زي ما انتم شايفين ده المسجد او المكان الخاص بالصلاه اللي موجود في الدور الثاني هنا، واللي تقدر ان انت تطلع وتصلي اي صلاه هنا قبل ما تبدا تركب القطر. كمان وانت هنا في المسجد تقدر تتابع القطر بتاعك هيبدا يطلع الساعه كام ومن رصيف كام. لازم طبعا هنا نلاقي المكان بتاع الوضوء دوت ومناديل طبعا علشان تبدا ان انت تنشف بيها. طبعا دي واحده من اغرب الحاجات اللي ممكن تشوفوها، وهو جوارب موجوده في الماكينات هنا بتتباع. زي ما انتم شايفين هنروح نشوف العربيه والكرسي بتاعنا موجود فين. القطر جنبنا وخلاص. زي ما انتم شايفين الاماكن اللي ورايا ديت هي اللي بتحط فيها الشنط الكبيره، اما الشنط الصغيره فبتتحط في الجزء دوت هنا من القطر. زي ما انتم شايفين زي ما صورنا لكم برضو في قطر التارجو اللي موجود في مصر، اكتر طبعا كراسي بتكون مميزه هي اللي موجود فيها الترابيزه ديت، بحيث ان انت تبقى قاعد بتعمل اي حاجه وقدامك كده الفيو دوت. زي ما انتم شايفين كمان هنا في الاضاءه ديت، واللي تقدر تستخدمها لو اضاءه القطر قليله وانت محتاج تقرا او تعمل اي حاجه. وهنا طبعا الباسكت اللي ممكن ترمي فيه اي حاجه معاك. كمان زي ما انتم شايفين عندنا الشاشه ديت واللي بتعرض الوجهه اللي احنا رايحينها، وبعد كده تعرض السرعه وباقي تفاصيل الرحله. كمان علشان تحجز هنا مش بس بيكون عن طريق المحطه او الماكينات اللي قلنا لكم في المحطه، لا في كمان تطبيق تقدر تدخل منه وتحجز التذكره بتاعتك من اي مكان حتى قبل ما تيجي السعوديه هنا. اختار طبعا منه المحطات اللي احنا رايحينها وتاريخ المغادره وليكن النهارده مثلا، وعدد الافراد اللي بيبقوا معاك. بعد كده طبعا بيقول لك الوزن بتاع الحقائب وكده، وبتيجي تشوف التذاكر والاسعار بتاعتها. كمان واحده من المميزات انك تحجز المكان اللي فيه الترابيزه ديت، هو ان انت لو قاعد عندك شغل تقدر تقعد تعمله بمنتهى السهوله، او كمان لو عايز تاكل او حتى لو هتسند ايدك بيكون افضل. كمان هنا كويس ان دوت بيظهر قدامك على التطبيق بتاع الحجز، تقدر تعرف الكراسي اللي فيها الترابيزات ديت. كمان واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز القطر هنا هو وجود الواي فاي، بحيث ان انت لو تشتغل او تعمل اي حاجه يكون الموضوع سهل شويه. خلونا نتست السرعه بتاعته ونشوفها عامله كام. احنا هنا طبعا بنتكلم عن سرعه 3.8 ميجا بايت. اي نعم هي سرعه مش ضخمه، بس بالنسبه ان انت ماشي على طريق ومش محتاج تفتح الداتا بتاعتك فاعتقد انه كويس جدا يعني. الساعه حاليا زي ما انتم شايفين 8 بالظبط، والمفترض ان القطر بدا يتحرك. طبعا مش عايزين نفكركم ان انتوا لو محتاجين تتابعوا اي اخبار هتلاقوا على موقع اخبار مصر 24، ولو محتاج تتعلم اي كورسات مجانيه وتاخد عليها شهاده كمان هتلاقيها على موقع منصه معارف دوت كوم. وكمان اي كتب هتحتاج الفتره اللي جايه ان انت تشوف التقييمات بتاعتها وقريب جدا تقراها كمان هتلاقوها على موقع بوكبيديا دوت كوم. حاليا زي ما انتم شايفين بدأنا ندخل على سرعة 296 أو 298 كيلو، يعني 300 كيلو اللي هي سرعة القطر، لكن طبعا مش هتحس بيها لأن مستوى الثبات في القطر عالي جدا. كمان هنا عندنا فتحات USB ديت اللي بتقدر ان انت منها ان انت تشحن الموبايل بتاعك، واللي شغالة وبتشحن. زي ما انتم شايفين احنا حاليا موجودين في عربيه البوفيه اللي تقدر تطلب منها اي حاجه انت محتاج تشربها وتاكلها.
الشاي عندهم سعره 4 ريال، اما اللاتيه او اي مشروب تاني له علاقه بالكوفي فسعره 14 ريال. خلونا نخش ونشوف الحمام اللي ما بين العربيات اللي عند الدرجه السياحيه او الدرجه الثانيه عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ده الحمام، الحجم بتاعه مش كبير. عندنا هنا طبعا الحوض وهنا القعده اللي برضو زي ما جربناه في قطر التلج في مصر، المفترض ان هي شاطئ. عندنا هنا الطاوله ديت لو في اي طفل محتاج غير له فبتقدر ان انت تنزلها بالشكل دوت، وبعد ما تخلص ترجعها تاني كده. عندنا هنا طبعا فيشه للكهرباء والمفترض بتغير الفولت بتاعها من هنا. وهنا عندنا الحوض اللي انتم شايفينه دوت اللي الميه فيه طبعا بسنسور والصابون بيتضغط عليه كده عادي. طيب وبعد كده هنا عندنا طبعا المرايه ديت. القطر مش بس فيه الكراسي المميزه اللي صورناها ديت، اغلب الكراسي بتاعته هي العاديه اللي احنا موجودين فيها ديت، فخلونا نشوف المساحه بتاعتها عامله ازاي وهل القعده فيها مريحه ولا لا. زي ما انتم شايفين ده الاخر بتاع الكرسي لان هو ما بيرجعش لورا، مش متاح ان انت تطلع بيه او ترجع بيه لورا، فهو دي القعده بتاعته. ومع العلم ان المساحه بينه وما بين الكرسي اللي قدامه واسعه مش قليله. هنا بنلاقي الترابيزه ديت واللي تعتبر مهمه جدا لو انت هتاكل او برضه هتشتغل على لاب او تحط عليها الموبايل بتاعك، واللي المساحه بتاعتها كويسه جدا زي ما انتم شايفين. هنا كمان بنلاقي المكان دوت لو معاك كوبايه بتحطها فيها. بعد كده عندك المسند بتاع الرجل دوت واللي بيبقى مهم جدا عند الغالبيه العظمى من الناس عشان يبقى قاعد وهو مرتاح. بعد كده طبعا هنا مش هينفع ما يبقاش فيه باسكت، هيبقى هناك وهنا لا، اكيد لا طبعا. فهنا في الباسكت دوت اللي تقدر تحط فيه اي مخلفات معاك موجوده. وبرده زي ما احنا شايفين الاضاءه اللي هي كانت موجوده قدام اللي تقدر انت تستخدمها في القرايه او في اي حاجه. طبعا احنا بنتكلم عن مسار طوله 450 كيلو بيعدي ب5 محطات. طبعا بيبدا بمحطه مكه وبعد كده محطه جده ومحطه ثانيه اسمها جده السليمانيه واكيد مطار المدينه المنوره. يعني القطر طبعا بيعتبر تطور ثوري مهم جدا، لان فكره طبعا ان انت لو رايح من مكه للمدينه او العكس بنتكلم طبعا عن 450 كيلو بالعربيه، بياخدوا من 5 ل6 ساعات 8 ساعات كمان لو اتوبيس وبيقف في ريستات كتير في الطريق. نحن على وشك الوصول الى محطه مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه. ففكره انك في ساعتين بس تقطع رحله زي كده وما تحسش بالتعب، لان طبعا احنا بنتكلم عن قطر فيه ثبات عالي، فهو تطور كبير جدا طبعا. المفترض ان سعر الرحله على الدرجه الثانيه او اللي هي السياحيه اللي احنا موجودين فيها ديت 224 ريال، اما الدرجه الاولى او درجه رجال الاعمال يعني فالسعر فيها كان واصل ل 330 او 340 ريال، وفي اوقات بيوصل ل 400 ريال. طبعا زي ما انتم شايفين ده شكل الفواصل بتاعت القطر الجديد. القطر بالمناسبه طبعا مش جديد علينا، احنا عندنا في مصر برضو نفس القطر وهو قطر التلجو، وان كان الجرار بتاعه متغير، معمول جرار ديزل مش كهرباء وسرعته مش بتوصل 300 كيلو زي القطر اللي احنا فيه ده. اللي متابعنا على القناه عارف طبعا ان القطر ده مش غريب علينا، لان احنا كنا قبل كده عاملين اول تغطيه عن قطر التلجو في مصر اللي طبعا جابت ساعتها مشاهدات وصلت ل 20 مليون وساهمت جزء كبير جدا من الدعايه للقطر دوت. واحده من اهم المعلومات اللي الشاشه اللي موجوده ديت بتعرضها هو اتجاه القبله اللي هتلاقيه طبعا بيتغير مع تحرك القطر سواء يمين او شمال طول الرحله. طول الطريق وانت هنا في القطار هتستمتع بالمناظر والطبيعه الجميله ديت. مش هنقوله اخيرا وصلنا، لان احنا وصلنا في الميعاد، وصلنا فعلا في ساعتين و20 دقيقه. الساعه حاليا 10 وثلث والقطر كان بيتحرك من هناك 8. باختصار التجربه مريحه جدا وممتعه. يمكن انا اول مره اسافر بوسيله مواصلات بريه من مكه للمدينه. قبل كده كنت بشوف بعض شركات الطيران اللي بطلع معاها من مطار جده للمدينه، لكن المره ديت قررت ان احنا نجرب القطر دوت. القطر فعلا مريح جدا، مش هتحس فيه بالسفر. يا دوبك عملنا شويه شغل على اللاب وصورنا كام شوت، لقيت فجاه ان احنا كده وصلنا. القطر مستوى الثبات فيه عالمي فعلا، ونفس قطر التلجو اللي عندنا، بس طبعا بيزيد عنه هو السرعه اللي بتوصل ل 300 كيلو اللي بتخليك ما تحسش بالرحله خالص. واخيرا وصلنا مدينه رسول الله. محطة المدينة هي كمان مبهرة وتصميمها رائع جدا، والأهم إنه بيعكس هوية المدينة المنورة. مدينة طلع البدر علينا. بإذن الله استنوا مجموعة حلقات قوية جدا ما اتعملتش في تاريخ السعودية قبل كده.